هيحصل لك ايه لو بقيت عرسة يوم واحد؟ اول ما مامتك تولدك هتيجي لقد الفشفوشة، وماما تهتم بيك وترضعك لمدة شهرين، وبعدها تاكلك لحمة وتعلمك تصيد، وبعدها تقضيها لعب ودلع مع اخواتك، وبعد 3 شهور بتسيب ماما وتعيش لوحدك عشان تكتشف مواهبك الجبارة وتعرف ان جواك قاتل متسلسل، يعني بتقتل اكتر ما بتاكل، وتلاقي نفسك بتصطاد فرايس اضخم منك وخطيرة جدا، وكمان بتعشق صيد الانارب، ورغم انك قد الفشفوشة ولكن بتقدر تجري بسرعة 30 كيلومتر في الساعة. ولو انت بنوته ومش حابه تولدي الشهر ده ولا حتى اللي بعده عشان مصاريف الولاده، فعندك القدره انك تاجلي الحمل ده لشهور. حتى انت يا عرسه بقيتي تتنكي في خلفتك، واخيرا كبرت وبقيت راجل قد الدنيا وبيندهولك يا دي عرسه، وخلاص مش قادر عاوز تتجوز، فتنقي العرسه اللي شبهك. ولكن في كام عرس تاني هيموتوا عليها، فتدخل اشرس المعارك في حياتك، وعشان انت رجوله هتكسب العركه، ولكن هتكتشف كائن اسمه الانسان، وفي الوقت الحالي مش بيهدد حياتك بالانقراض، ولكن في السنين الجايه انت ميت. مع الانسان مفيش مستحيل.